ازيكم؟ قبل ما نبدا الفيديو صلوا على النبي. انا بقى عايزه اتكلم معاكم في نقطه كده، وانا بقشر البطاطس بصراحه غيظاني ومضايقاني لحد النهارده، بس صراحه يعني خلاص الموضوع عدى. بس هقول لكم بقى، انا يعني ليا بنت صاحبتي انا كنت يعني انا بعزها لحد دلوقتي بعزها برضه والله. بس الفكره في ايه بقى، ان انا متضايقه منها جدا وزعلانه زعل فظيع. هي من القاهرة. انا يعني معرفتي بيها عن طريق جروب ميك اب وكده، وانا بحب الميك اب وكنت بعمل ميك اب فيديوهات ميك اب، وكنت بقى ايه ناوية بقى ايه اتمادى في حوار الميك اب وبقى ميك اب ارتست والكلام ده. المهم ما علينا. فبعدين انا كنت في الجروب ده واتعرفت عليها وبنكلم بعض كويس وكل حاجه، وانا اصلا قايله لها من قبل ما اعرف ان انا هتجوز، قلت لها هبقى اعمل ميك اب فرحي معاكي، يعني لما كنت مخطوبه، يعني من قبل ما الجواز يجي مثلا قبلها بسنه ولا بسنتين، بسنه ونص كده، يعني كده عشان الجواز عندي الخطوبه قعدت معايا سنه ونص. تمام. وبعدين ايه، قالت لي ماشي وبتاع، وانا كنت حابه الميك اب بتاعها بصراحه، وهي ساكنه في اخر الدنيا، وانا المفروض انا ساكنه في حته يعني ابعد منها بكتير برضو، وهي ساكنه برضو في اخر الدنيا. المهم انا يعني يومها الاوبر اللي انا رحت لها بيه كان ب 500 جنيه 500 جنيه. بس جه اليوم بقى اللي انا هتجوز فيه بقى وخلاص، وكلمتها واتفقنا مع بعض. بس هي وقتها هي بصراحه برضو كانت حامل، فانا اتفقت مع ان هي تيجي، هي كانت هتيجي، بس جوزها قال لا ما تجيش ان هي كانت تعبانه. بس وبعدها كلمتني وقالت لي مش هينفع اجيلك، لو عايزه تيجي انت تعالي ومش عارفه ايه. قلت تمام. كان جنبنا واحده اصلا بتعمل ميك اب وكده، الميك اب بتاعها برضو مش يعني عادي، مش قد كده ومش وحش في نفس الوقت. يعني كنت يا ريتني لحد النهارده بندم من ندم عمري ان انا ما رحتلهاش بجد يعني، وضيعت فلوس المواصلات دي كلها وضيعت وقت على الفاضي يومها. يعني اتحطيت محط وحش قوي اليوم ده. المهم بقى رحنا عشان نتسوق، يعني رحنا عشان اعمل الميك اب وكده. عديت على مناطق كتير قوي قوي عمري ما شفتها في حياتي، لان انا طبعا عمري يعني انا ما كنتش ساكنه في المحافظه دي، لان انا اتجوزت في محافظه القاهره، محافظه الجيزه، وانا ساكنه في اسكندريه، انا اسكندرانيه، والقدر جابني الجيزه، وانا رحت لصاحبتي دي القاهره عشان هي ساكنه في القاهره. بس القاهره يعني جنب الجيزه، فاهمين؟ يعتبر الجيزه كانت اصلا يعني تقريبا انا سمعت ان الجيزه كانت قبل ما تبقى محافظه كانت من ضمن العاصمه، يعني من ضمن المدن اللي في القاهره، فاهميني طبعا. بس المهم انا يعني لما جيت بقى ركبت المواصلات وبتاع وجيت اروح لها، قعدت ادور على المكان ما عرفتش خالص. هي بتعمل ميك اب في البيت، هي كانت بتعمل في سنتر، بس هي بطلت حوار السنتر ده وبدات تعمل يعني تعمل ميك اب في البيت. رحت لها لحد البيت، ما عرفتش اوصل للمكان، ارن عليها، لا بصراحه ما كانش معايا الرقم بتاعها هي ما كانتش مديهولي، انا كان معايا الواتس بس. ودي غلطتي برضو ان انا ما قلتلهاش تديني رقم اتصل عليه، لان انا اصلا يعني ما بكلمش غير يعني مكالمات واتس، مش بكلمها يعني بكلمها مكالمات واتس وبعت لها رساله على واتس، عمري ما رنيت عليها على التليفون، لان انا مش يعني ما اعرفش ان الرقم ده اصلا شغال ولا مش شغال، فاهمين؟ بس هي مش غلطتي برضو، انا مش عارفه مين الغلطان فينا، بس ما علينا. المهم يعني فضلت ارن عليها، طبعا كانوا بيديني مغلق او مش موجود اصلا، وبرن بقى على الواتس وابعت لها مسجات على الواتس، مفيش خالص، مفيش رد، مفيش اي حاجه، مع ان انا متفقه معاها على الميعاد ده. واحنا خلاص احنا متفقين على الميعاد ده، المفروض تكون مستنياني على الباب، انا قايله لها انا جايه خلاص في السكه وبتاع ونازله والكلام ده كله، وهجيلك في الوقت الفلاني، المفروض تكون هي مستنياني على الباب. او بمعنى اصح يعني ان مثلا مش ما تربطيش نفسك بيا قوي، بس عشان انا برضو انا جاي لك من مشوار ومتفقه معاكي، وبرضو يعني ودافعه فلوس المواصلات، ولما اروح برضو يعني هديها فلوس الميك اب، مش هعمل برضو ببلاش، يعني فاهميني؟ فبعدين يعني اتضايقت بصراحه من الحوار ده، فرجعت كنت معيطه. الراجل بتاع اوبر والله العظيم كتر الف خيره، مراته كان لسه متجوز ما بقالوش كام شهر، مراته كانت عامله ميك اب عند واحده
وداني عند الست دي كلمهم وان انا اروح عندهم والكلام ده. بس انا طبعا انا كواحده انا بفهم في الميك اب، بحب الميك اب جدا، بعمل ميك اب بروفيشنال. انا بحب يعني بعمل ميك اب بروفيشنال من ابسط الامكانيات ومن اقل منتج ممكن اطلع لوك تحفه. ماشي، وبطلعه كمان ثابت على فكره يعني. بس المهم بقى يعني ايه، رحت البنت دي، كانت بنت هي يعني كان وراها شغل، كان عندها شغل، كانت مستعجله جامد. عملت لي برده الميك اب وحش قوي، وحش قوي قوي. كان الحبوب دي كلها يعني انا كان عندي حبوب وقتها ومش عندي حبوب، اثار حبوب خفيفه قوي لا تذكر، وكانت باينه مع انها اصلا مش يعني مفيش، بس اثار خفيفه كده كانت باينه بقى مع الميك اب. وهي مستخسره تحط لي فاونديشن وحط لي نقط، وانا مش مديها فلوس والله، مش عاملاها لي ببلاش مثلا، بس عشان هو ليه وليه ميك اب زفاف. ف يعني هم مش عارفه ليه ميك اب الزفاف بيبقى اغلى، مع ان السواري برضو بيحطوا له ميك اب حلو، وبرضو بينقوا له منتجات حلوه. المهم عملت لي ميك اب زي الزفت. وانا عدت عليه بقى وخليت اختي تطلع تجيب لي من فوق من البيت من فوق الحاجه، وانا كنت قاعده في بير السلم، كان في كرسي في بير السلم انا قعدت عليه عشان اعدل الميك اب بتاعي، لان انا كنت عامله سيشن ما عملتش فرح طبعا، لان انا من اسكندرانيه وكده. وطبعا عندي ما شاء الله قرايبي محدش فيهم جالي عشان خالي الله يرحمه كان متوفي في شهر 9 في حادثة، يعني ربنا يكتبها على حد، يمكن متوفي في حادثة صعبة جدا. بس هما كانوا متأثرين كلهم بقى ايه بموته وكده، وان هو كمان ميت موتة وحشة، موتة صعبة، مش موتة طبيعية كمان. بس وانا قدرت ده يعني، وخلاص خلصنا يعني، وعملنا بقى عملنا سيشن وبتاع وبس. وطبعا انا لحد النهارده بصراحه مش قادره انسى الموقف بتاع صاحبتي، وهي يعني لما اتخلت عني. المفروض ان هي كانت حتى على الاقل ان هي عامله حسابها ان انا جايه لك، وعارفه ان انا جايه لك في الوقت الفلاني، اتعاملي براحتك واعملي كل اللي انت عايزاه قبل ما اجيلك، انا جايه لك من مشوار، مش هكدب عليكي يعني. بس ده اللي حصل يعني. بالنسبه بقى اللي انا بشوف فيديوهات بصراحه يعني للبلوجر، وبشوف بقى يعني فيديوهات يعني فظيعه للبلوجر بقى وكده، يقعدوا بقى يحطوا بقى يعني صور تحفه ولبس تحفه وميك اب تحفه مفيش منه اتنين وكل حاجه، ويعملوا منشنات لاصحاب الاماكن، ويعملوا منشنات لاصحاب الفساتين ولاصحاب الميك اب والكلام ده. وبنات بقى تفضل يعني لو انا كنت كده، لو انا مش عارفه ايه. لا يا بنات، ما ينفعش ان انتوا تبقوا زعلانين. هقول لك ليه. البلوجر دول دي شغلتهم اساسا ان هم يعملوا تسويق للحاجات دي. اصلا يعني الاماكن اللي هم بيعملوا فيها، او مثلا الزينه اللي بيحطوها للخطوبه والقرايه الفاتحه والكلام ده اللي تبقى غاليه، العريس ما بيقدرش يعملها مثلا. في عرسان كتير ما تقدرش تعملها لان الحاجه غاليه حاليا، او انت حاليا برضو لو على العروسه، عشان في ناس اماكن على العروسه هي اللي بيبقى عليها الزينه والحاجات دي وعليها اللبس والكلام ده كله، فانت ما تتاثريش بكده. هم اساسا بيبقوا عاملينها ببلاش، معظمهم مش هنقول كلهم عشان الله اعلم يعني بكلهم، في معظمهم بيبقوا عاملينها اصلا ببلاش. سواء لبس مبعت لهم هديه، سواء ميك اب بيتبعت لهم هديه، سواء اي منتج بيعلنوا عنه وتلاقوه واضح، وتلاقوا ان هم عاملين منشنات ليهم، اعرفوا تماما كده اي مكان هم عاملين اعلان عنه اعرفوا ان ده اعلان وبلاش. كمان بيخلوهم يروحوا ان هم يبقوا واجهه اعلانيه للمكان، الناس تتمنى يعني ان هي تروح تعمل في المكان ده. فاهمين؟ محدش يزعل خالص نهائي. هروح بقى اغسل البطاطس اللي انا قشرتها دي وقطعتها وارجع لكم. بصوا بقى البطاطس دي لو عايزينها مقرمشه بتحط لها شويه ملح، مش كتير قوي برضه عشان متبقاش مملحه، وبنحط لها ايه تفتكروا؟ اللي يعرف يقول عشان تبقى مقرمشه. رشه من الخل بتخلي البطاطس مقرمشه، رشه كده او حبه حلوين عادي، مش هيضر في حاجه الخل. وبعمل بقى في البطاطس كده عشان تبقى الكميه كلها زي ما انتوا شايفين.
حلتي بقى جميله المتواضعه اللي كانت فردانيه في الحاجه بتاعتي. كنت جايبه حله فردانيه فمش لاقي حاجه اقلي فيها، اني استخسرت الصراحه، استحرمت ان انا اعملها في طاسه. قلت الحله دي بقى المونيا بيلزق فيها الاكل او كده وبتاع، فانا قلت بقى ايه، انا هستخدمها اقلي فيها الفراخ بقى والبطاطس وكله. المعلومه اللي انا عايزه اقول لكم عليها ان انا بعمل البطاطس مكان الفراخ عادي. ليه بقى؟ لان البطاطس بتاخد من طعم الفراخ، بتبقى طعمها تحفه. هنعمل بقى مع بعض بيض بالبسطرمه. عاده انا بحب اعمل ايه، بحب امكس نقطه زيت، بحب احط كتير قوي برضو عشان كميه الزيت بتبقى غلط، والسمنه برضو نفس الحكايه يعني. برغم كده سبحان الله الاكل بيطلع ما شاء الله تحفه يعني، بس ساعات بيطلع برضو ايه محتاج سمنه او كده. في حاجات بتبقى محتاجه سمنه ساعات فما بكترش. انا حطيت دلوقتي بصوا قد ايه، يعني نتفه لا تذكر حرفيا اهو. بصوا حتت صغيره قوي، يعني حوالي معلقه كده تمام. بس ده بقى ايه، احط لها شويه زيت بس مش عايزه سمنه كتير. الزيت بحسه ان هو اقل ضرر شويه من السمنه. ليه؟ لان السمنه بتبقى دهون بتتكتل في يعني بتبقى بتتجمد، انما الزيت دهون سايحه. مش عارفه، انا بحس كده، ما اعرفش المعلومه دي صح ولا غلط. انتوا بقى ايه، نعلي شويه، هنسيب البطاطس على النار بتتقلى وراها، وبعمل معاكم ايه البسطرمه والبيض. وفي حاجه بقى يعني برضو عايزه اتكلم عنها. ناس كتير في جروب البلاك ليست، جروبات البلاك ليست، بلاقي ناس كتير منزله يعني مشاكل عبيطه كان ممكن يعني يبعدوها عنهم. مش مشاكل عبيطه بمعنى مشاكل عبيطه، مشاكل عبيطه ان هم كانوا ممكن يتخطوها من البدايه، مش كانوا يحصل المشاكل دي ويقعوا في الغلط ده، او مثلا الناس دي تضحك عليهم في الفلوس دي. بشوف ناس بتبقى جايبه حاجات ب 2000 و3 وب 1500 و 500 جنيه. من جماعه طبعا احنا مش الفلوس دي مش في الارض بنلاقيها، احنا بنتعب فيها. وبزعل قوي لما بلاقي حد يبقى زعلان قوي ومتضايق ومنزل البلاك ليست دي وبيتكلم بيقول ازاي اتسرق كده ويضحك عليا ومش عارفه ايه والكلام ده. طب انتوا ليه من البدايه تحطوا نفسكم في المحطه دي؟ طب مش في محلات؟ انا عايزه افهم، مش في محلات؟ في محلات بحب اقطع البسطرمه صغيره قوي عشان تبقى موجوده في كل مكان، ما تبقاش قطع كبيره وحته موجود فيها وحته لا، فاهمين؟ بحبها ان هي تبقى صغيره. المهم يجي اماكن بتشتري منها، ليه بتروحوا تجيبوا من اونلاين؟ ليه؟ بالذات اللبس والميك اب. الميك اب يعني اللوكال براند عادي ممكن تشتروه من بره، انما الميك اب البراند ممكن تشتروه تبع سيلر ولا من سيلر ولا حاجه موثوق منها عن طريق واحده ميك اب ارتست عارفاها اتعاملت معاها. يا ريت ما تفكوش يا جماعه الحاجات دي بجد عشان ما تقعوش من الوقعات المنيله دي، يا ريت بجد. انا بتكلم لمصلحه اي حد والله، مش يعني ماليش مصلحه في الحاجات دي. المهم بعمل اهو البسطرمه، اروح اجيب البيض بقى، احط شويه ملحمه. انا بحب اغسل بسم الله وقت ما اكون بعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كميه البيض بقى طبعا كل واحد على حسب هو عايز قد ايه. في ناس بتقعد تفتكس في البيض، بس انا بحب يحبوا بالشكل ده وبالطعم ده. بيفتكسوا بقى يحطوا فلفل، يحطوا طماطم، يحطوا مش عارفه ايه. على فكره بتبقى حلوه بس في اوقات معينه، اللي هي الاوقات اللي تكون ليكي نفس تاكلي اكلات بقى يعني كده. بس دي حاجه خفيفه. شوفي البطاطس لسه، دي حاجه خفيفه كده ايه
ماشي يعني نحط شويه على النار، نقلب البيض عشان ميستويش حته واحده. نحط بقى الملح والفلفل في الاخر بقى او في الاول براحتك، اللي حابب يحط يحط. محطش احط ملح كتير عشان البسطرمه بيبقى فيها ملح اوريدي. فلفل اسمر بقى مش كتير برضه، انتوا عايزين تحطوا كتير حطوا براحتكم. في ناس بتحب الفلفل الاسمر كتير بس انا يعني جوزي ما بيحبوش في كتير، انا بحبه في كتير بصراحه. بيقول لي دايما ما تحطيش الا على مزاجك، تفضلي تحطي البهارات. وانا متجوز هنديه، انا بحب البهارات جدا يا جماعه، بحب البهارات جدا. كل ما اروح بيت الجمله قاعده اقول له عايزه اجيب بهارات عشان الوصفه الفلانيه، عشان الوصفه الفلانيه، عشان بحب اعمل كذا، عشان بحب اعمل كذا. انا بحب البهارات جدا. وبيحب بقى ايه يسوي بيض الاخر، ما بيحبوش انه ماي شويه كده، انا بحبه ماي شويه. بحب بقى هو ايه مستوي على الاخر. حتى البيض المسلوق انا بحبه برده يعني ماي شويه، مش بحبه برده يكون ناشف ومتجلط يعني كده جامد قوي كده، لا ما بحبوش كده قوي. هشوف بقى البطاطس وهرجع لكم. بصوا بقى طلعت البطاطس، بس عارفين بقى وانا بقلي البطاطس انا شم ريحه ايه؟ شم ريحه يعني فراخ، كاني بقلي فراخ. بس بصوا مقرمشه، يا رب تكون واضحه عندكم. بجد خطيره، جربوا الوصفه دي. ملح وخل بس عليها، ولا توابل ولا اي حاجه. ممكن مثلا تحطوا تتبيله البطاطس، حاجه بسيطه، حبه كده من تتبيله البطاطس. على فكره في تتبيله بطاطس شفتها عند جمله ماركت سايبه غير دي، بس انا ما جربتهاش بصراحه، بس ناويه اجربها. بس دي خطيره خطيره بجد، تتبيله البطاطس تحفه. وهي عملت البيض بالبسطرمه اهو تمام. بقى ايه هتاكلوا صباعكم ورا البطاطس والبيض بالبسطرمه ده خطير. اظن ان انتوا بتعرفوا تعملوا الاكل ده، بس انا اصلا انا فاتحه الفيديو ده عشان اتكلم معاكم في الموضوعين اللي انا اتكلمت معاكم فيه. وبرده ان شاء الله هنزل فيديوهات تانية يعني عن برضو ايه اسرار الميك اب، وازاي بتدمجي الكونسيلر او الفاونديشن او البلاشر، طبعا من غير ما احط ميك اب، بس هقول لكم الطريقه بايديا كده، شرح بايديا من غير ما احط على وشي عشان ما ينفعش. وبس كده، اشوفكم فيديو جديد على خير. متنسوش الفولو واللايك.